السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اليوم جيتكم بهاد الوصفة اللي دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومكاش اللي ما جربهاش، وقيلة انا اخر وحدة اللي راح نجربها في رمضان ان شاء الله. وما ندمت على التجربة تاعها. لهنا نمروا للوصفة تاعنا اللي قدرت لي بولة تاع البولياشي تاعي. قليتهم في الكيكوطة البنات، واه ماشي في المقلة، قليتهم في الكيكوطة باش ندي هذاك البنة تاع البولياشي ما تروحليش باطل في المقلة. باش تبقى لي في الكيكوطه. فقليتهم تماكينه ووخرتهم. دوك نقول لكم كي نكمل لكم على الكيكوطه نقول لكم لي بولات تاع البولياشي تاعي شدرت فيهم. من ما فيهمش صالح بزاف ما بغيتش يعني نطول لكم الفيديو معاهم. لهنايا قلعت هذاك البولياشي تاعي بعد ما تقلى، درت فيه حبه بصل تكون صغيره كنت اشيتها في لاشواغ، وراني نقلي فيها لهنايا في المقله، وزدت معاها كركاس كما راكم تشوفوا لهنا. هذه كركاس ماشي طرف دجاج. كما شفتوا. ديت البنه تاع البولياشي، لي بوله تاع البولياشي. فقلت لهنايا نزيد غير كركاس وما نسحقش الدجاج في الطبق تاعنا. زدت بعد ما تقلى لي زدت معاه الحمص، ولهنايا شويه نص حبه تاع مرق الدجاج اللي هو جامبو، شويه معدنوس. ولهنا راني ندير في التوابل تاعي اللي هما حرور، فلفل اسود، سكنجبير، كركم، شويه توم بودغ، والملح. هادو هما التوابل اللي راح نديروهم، واللبنه تجي واحد لاصوص ما شاء الله. ونمرقها اكيد بالماء اللي يكون حامي كيما العاده. لهنايا عفوا زدت معاها شويه شامبينيون، باسكو هاد الطبق كاين اللي يديروه بلا صوص بلونش، كاين اللي يديروه بلا كريم فريش، كل واحد وكيفاش دارو. انا قلت نغير ونديره كيما هكا، الحمص والشامبينيون بهاد المرقه كيما هكا. جات واحد البنايه البنات ما شاء الله. مع التالي نزيد نقول لكم شازت لها كاضافه لهنا بعد ما بلعت عليها باش يطيب لي الحمص تاعي. وريت لكم لهنا كنت نطيب تاني في الحريره، شوفوا كي جاتني ما شاء الله. بعد ما كملت معاهم رحت نقلي البطاطا تاعي، باسكو الحاجه الاساسيه في هذا الطبق تاعنا اللي هي البطاطا، هي اللي راح نديرو بها الموسكوتشو سالي تاعنا. فلهنا راني قليت البطاطا تاعي ونروحو باش نمونطو الموسكوتشو تاعنا. لهنايا تحتاجو اني وجدت البيض، فرماج رابي، من الداخل انا ندير النوعيه ريكوس، ومن البرا على الوجه باش ندي هذيك لا دوغور الشابه ندير النوعيه شيدار. وجبت هذاك الفرماج تاع البيدو تاع القوطي شيزي انا يعجبني. وهذا مكان لا كريم فريش راهي مقابلتنا. لهنايا لا كريم فريش نسيتها البنات، هي نورمالمون ديروها في هذه المرحله من تكونوا ديروا في البيض، ديروا نص كاس تاع لا كريم فريش. انا حتى مونطيت كاع الموسكوتشو تاعي تفكرت لا كريم فريش، فدرتها من الفوق وخليتها تهود لي. الله غالب يصراو هاد الصوالح تكوني صايمه ولا فاطره، يصراو تنسي حاجه، والبروبليم سيكو راهي مقابلتني. هذه هي. ما نطولش عليكم البنات. لهنايا كما شفتوني راني حطيت البيض، لهنا نحتاجو 5 حبات، راني حطيت 4، وهذيك الحبه غادي نزيدها في الاخر نشوف بلي راهي محتاجه البطاطا تاعي بيض. فدرت لهنا نحتاجو 5 حبات بيض، جبن مبشور النوعيه اللي تحبوها، درت مغرف ونص من جبن هذاك البيدو، وشويه معدنوس، شويه ملح وشويه حرور. ما تكثروش الملح لانه رانا دايرين فيها الاجبان والاجبان مالحين. كما راكم تشوفوا لهنايا راح نخلط هذوك المكونات تاوعي ونديروهم في المول تاعنا. لهنا المول باش تكونوا سير بلي ما غاديش يلصق لكم. انا دهنته بالدهان الاولى، ومن بعد درت له بابي كويسه هكا تكونوا متاكدين 100% باللي ما راحش يلصق لكم من تقلبوه. كما راكم تشوفوا لهنايا راني نخلط في البطاطا تاعي، ومن بعد نزيد لها ديك الحبه باش يعني هذيك هي الكميه، لازم لها 5 حبات. لهنا البطاطا تزيدوا وتنقصوا على حسب افراد العائله، والبيض ايضا البيض على حسب المول تاعكم اللي غادي ديروا فيه. هذه هي. هكا كانت الكميه تاع البيض كانت كافيه للطبق تاعنا. كما راكم تشوفوا لهنايا راح نحط هذيك البطاطا، ما نحطوهاش دفعه واحده، نديروا الايطاب الاولى نحطوا البطاطا تاعنا، ومن بعد نديروا هذوك لي بولات تاع البولياشي في الوسط، ونزيدوا الجبن باش عاد كي نزيدوا نغطوا تاني بالكميه الثانيه تاع البطاطا.
كيما راكم تشوفوا البنات يجي واحد البنه واحد الطراوه، يعني ندمت اللي ما كنتش جربته من قبل وما ندمتش كامل على التجربه تاعو، يعني عجبني ما شاء الله يجي بنين بزاف. البنات يستحق التجربه. ولهنايا تبغوا ديروه كيما تبغوا ديروه بلا صوص بلانش ولا ديروه بلا صوص اللي درتها انا بالحمص، جات ما شاء الله البنات. وزدت لها كاضافه مع الاخير شويه تاع لا كريم فريش اللي كانت بقات لي من لهنايا اللي درتها في البلا تاعي، كانت بقات لي شويه زدت قصتها فيه البنات، جات عاقده بنينه واحد البنه يا البنات كي البطاطا تاعي كي لاصوص. ما ندمتش عليها وما راحش ندموا عليها، لازم تجربوها يا البنات وتخلوا لي ارائكم في التعليقات اكيد. لهنا كما راكم تشوفوا ربيت لها بعد ما درت لي بوله تاع البولياشي، ربيت لها تاني الجبن المبشور في الوسط، وراني نغطي كامل في هذاك لافاخس اللي درناها من الداخل، نغطوها كامل بالبطاطا، ما تخلو حتى ثقب يبان هكا، لازم السطح كامل تكون تبان غير البطاطا وحدها. وفوالا. ولهنا البنات ما تنسوش كيما انا نسيت قلت لكم لا كريم فريش ديروها من تكونوا تضربوا في البيض وتحطوه مع البطاطا، مش ديروها مع الاخر، انا نسيتها برك. وسما من نسيتها في اخر لحظه ما بغيش نستغنى عليها، درتها من الفوق ووليت ندير هكا بالمغرف نوخر باش تهود لي شويه للداخل. هذه هي. لهنايا نحطو كاع البطاطا تاعنا على السطح. فوالا. في هاد اللحظه راح نتفكر لا كريم فريش تاعي. فوالا هاي وينه، وراني درتها من الفوقه ونسي نخليها تدخل. معليش البنات راهم يصراو هاد الصوالح. ليسونسيال بعد ما ندير لا كريم فريش تاعي يكون المسكوتشو سالي تاعي واجد، ندخلوه للفرن على 170 درجه، نطيبوه من تحت كي تدخلي الخدمي ويخرج لك ناشف، يعني ساي سي بون طاب، تشعلي له من الفوق يحمر لك وتخرجيه. فوالا. لهنايا بعد ما دخلته يطيب رحت لهذيك لاصوص تاعي، لقيت الحمص تاعي طاب ما شاء الله والمريقه تاعي بدات تعقد، رحت قست فيها هذوك لي بولات تاع البولياشي اللي كنت خليتهم من لافاخس وخليته يزيد يعقد لي غايه. وقلت لكم زدت فيه هذيك لا كريم فريش اللي بقات لي شويه، زدت قستها فيه البنات، زادتني واحد لا كولور واحد البنه يعني روعه. لهنايا جيت للمسكوتشو تاعي وسييت باش نقلبه. شوفوا لي ينقلب معايا فاسيلمون ما يعيكش. شوفوا لهنايا. والفضل يولي للبابي كويسون، يعني يساعدك بزاف بالك وتنساوه البنات. شوفوا لي لهنايا كيفاش خرج لي المسكوتو تاعي ما شاء الله. لهنايا جاتني فكره وقلت علاش ما نزيد لهش من ما حمر ليش غايه، قلت نزيد له الشيدر من الفوق وندخله يحمر. وفي هذه الاثناء البنات كان يأذن تاع الجزائر، انا من يأذن تاع الجزائر نكون نحط في الاطباق تاوعي. لهنا من كان يأذن تاع الجزائر انا عاده كينا دخلته للفرن وكنت بزاف روطار، فما خليتهش حتى يدي لي هذيك لا دوغور كيما راكم تشوفوا لهنايا، غير دابلي وخرجته طحت في الروطار البنات. المهم الشعل البنه جات ولا اروع يا البنات، جات ما شاء الله. طبق يستحق التجربه، واكيد يعني مين تتلف لكم غير ديروه واعطوني ارائكم. كما نعرفوا حنايا في السيمانه الاولى بدات تبحر لنا، فانا خطره على خطره راني نحط لكم طبق اللي تكون تعرفوا فتتفكره وديره، واللي ما تكونش تعرفوا راهي من الاعاده افاده وتجربه وتسيه وتخلي لنا رايها في التعليقات. كما راكم تشوفوا لهنايا ها هو الطبق تاعي جا ما شاء الله، واحد الطراوه واحد البنون الله يبارك، يعني الصوره تعبر عن نفسها. اللي وصلت لهنايا لهذه المرحله من الفيديو ما عليها الا تدعمني بجيم واشتراك وتعليق، والى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا.